جوع آخر الليل. طبعًا بقى جوع آخر الليل ده بيخلّينا نعمل كوارث. كان عندي كده بنات سيلفي، وكان عندي كمان بنت أخويا، والبنات متجمّعين وقالوا لي: "إحنا عايزين ناكل فطير." الكلام ده كانت الساعة 00:00. وطبعًا شهد بقى عايزة تعمله بإيديها وعايزة تتعلمه. قالت لي: "أنا عايزة أتعلم الفطير عشان لمّا أروّح أعمله أنا بإيدي، لإن أنا باحب آكله من إيدِك جدًا، ونفسي لمّا أروّح أعمله بإيدي." علّمتها بقى وقُلت لها: "بس كده." قُمت دعبست في المطبخ لقيت كيلو دقيق، قُلت لها: "يالّا على البركة، ابدئي بإيدِك يا شهد واعملي كل حاجة بإيدِك." جبت شوية ملح ومعلقة صغيرة مع كيلو الدقيق، وحطينا حوالي 3 معالق من السكر. قالت لي: "أنا باحبه مسكّر شوية، أنا هازوّد شوية سكر كمان." حطِّت معلقة سكر كمان، يعني حوالي 4 معالق سكر ومعلقة صغيرة من الملح، وقلّبت الدقيق. قُلت لها: "قلّبي في بعضه." وأنا بقى باصُب لها كده بالمَيّة وباصوّر طبعًا علشان إيه، دي أول حاجة تعملها بإيدها شهد، لازم تتصوّر. طبعًا ندعي لها كلنا بالنجاح والتوفيق يا رب، ربنا يوفقها وينجّحها هي وأختها بإذن الله. ضِفت لها كده شوية مَيّة بشوية مَيّة، وقُلت لها: "قلّبي بإيديكِ اوعي تعجني." في الأول بس وهو لسه دقيق كده بنقلّب بس تقليب، أنا أحُط المَيّة وهي بتقلّب بإيديها، والله هتعجن العجينة وهتخلّيها زي الفل وهتشوفوا دلوقتي. خلّوا ولادكم كده يشاركوا بإيديهم ويعملوا كل حاجتهم بإيديهم علشان يتعلموا. هاقلّب بقى بكده ومش أنا اللي باقلّب، أنا باصوّر بس وباضيف مَيّة وهي اللي بتعجن، وهتخلّي العجينة دلوقتي زي الفل. ضِفت المَيّة وهي عمّالة تقلّب لحد دلوقتي كده لسه بتقلّب كلّه في بعضه، لحد ما العجين خالص يختفي، وبعد كده هنبدأ نعجن بإيدينا إن شاء الله. عجينة الفطير ما بيتضافلهاش أي حاجة غير مَيّة وملح. طبعًا بقى إضافة السكر دي حاجة إضافية، لو أنتِ عايزة تضيفيها ضيفيها، بس هو الأساسي فيها مَيّة وملح فقط. إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم الفطير بإذن الله في فرن البوتاجاز. النهارده إحنا هنعمله على البوتاجاز الصغير كده، بوتاجاز عندي قديم، هنعمله وإحنا قاعدين، كل ده وإحنا قاعدين في الصالة وعلى السجادة. هنعمل كل حاجة بإذن الله وإحنا قاعدين كده مع بعض، وده جوع آخر الليل بيخلّينا نعمل جرايم. هنا لقينا العجينة طرية شوية وهي مش متحكمة فيها تعجنها، فأنا زوّدت لها شوية من الدقيق، معلقتين دقيق كده، وهتبدأ بقى إيه، عشان العجينة تمسك شوية في إيديها وتعرف تتّك عليها وتعرف تعجنها كويس، علشان تتعجن وتبقى زي الملبن زي ما هتشوفوا دلوقتي. العجينة لمّا تتعجن كويس بتخلع كلّها منها لنفسها، وتبقى زي الملبن زي ما أنتم شايفين. أول حاجة بتخلع من إيديها، وبتخلع كمان من الحلة اللي بنعجن فيها. أدي العجينة اتلمِّت طرية وناعمة وزي الفل، شايفين طرية وناعمة ومتماسكة زي الكورة أهي، تحفة. هنسيبها ترتاح شوية صغيرين، وبعد كده هنجيب بقى الطبلية الحلوة بتاعتنا، وشوية كده سمنة بقى، زبدة صفرا على زبدة بلدي. السمنة البلدي دي متسيحة، لكن الزبدة الصفرا دي مش متسيحة، طبعًا عشان يعملوا كده زي كريمة، علشان خاطر يعملوا لنا كده يدّوا طراوة للفطير من جوّه وتبقى جميلة جدًا، بيبقى حلو أوي بالزبدة الصفرا. ومعلقة السمنة البلدي دي علشان خاطر تدّي نكهة. قُلت لها بقى قطّعي كده كِوَر صغيّرة، حوالي 12 كورة، 15 كورة زي ما ييجوا معاكِ. هي بقى بتحدّدهم طبعًا، عايزة تعرف هُم هيقطعوا معاها كام كورة، فأنا قُلت لها مش شرط خالص تقطعي بالسكينة ولا تعملي كده، بإيديكِ كده واقطعيها قد البرتقانية كده أو الاستفندية. الحجم ده كده حلو أوي، وريتها كده الحجم اللي تقطع بيه، وبعدين قُلت لها قطّعي بإيديكِ كده. العجينة بصراحة زي ما أنتم شايفين تحفة، معجونة حلو جدًا. هي اللي عجنتها، أنا ما حطيتش إيدي فيها نهائي خالص ولا عجنت معاها. هي اللي عجنتها، وهي كمان اللي هتفرد معايا وهتعمل كل حاجة بإيديها. هنقطّعهم بقى وهنشوف مع بعض دلوقتي هييجوا كام كورة، وهنقطّعهم كده ونركنهم ونسيبهم يرتاحوا علشان لمّا نيجي نفرد يتفردوا معانا بكل سهولة. هُم طبعًا جُم هنا حوالي 12 كورة أو 13 كورة تقريبًا. وادي السمنة فكيناها بس فكة بسيطة كده، على أساس ما سيحناهاش، لأ فكيناها بس. هناخد بقى كده كورة كورة، وعلمتها تعمل ازاي، قلت لها تدهني ايدك سمنة بس او زيت وتفردي بيها الفطيرة وترققيها خالص على الاخر. هي خدت واحدة وانا اخدت واحدة، وهبدأ بقى افرد معاها، هي تفرد كده. وهنحط في كل فطيرة هنعملها 3، تقدري تعمليها 4 5 زي ما انت عايزة. تكبري في حجم الفطيرة، كبري ودخلي كور جوه كور، وهتشوفي دلوقتي بندخلها ازاي جوه بعضها. طبعًا مش هاقدر أقول لِك بقى، أنا حواليّا زحمة ولمّة وتلفزيون شغال والولاد موجودين، وكانت سهرة حلوة بصراحة وقعدة جميلة مع الأولاد وكده. وسهرة جميلة، بس بقى إيه، عايزة أقول لكم بقى زي جرايم آخر الليل دي بتبوّظ كل حاجة إحنا بنعملها. لو إحنا طبعًا طول اليوم بنضبّط أو بنقلل في الأكل أو حاجة، بنيجي بالليل نخرب الدنيا على الآخر يعني.
اديتهم بقى التليفون وبدات كده افرد معاها، طبعا اساعدها، قلت لها انت فردي واحده وانا واحده ومفيش مشكله خالص، لو اتقطعت كده كده هتتلم، وهندخل واحده جوه واحده مش هتبان ان شاء الله. هي بتاعتها اتقطعت شويه، قلت لها مش مشكله، طبعا طول اللي هتفردهم بعد كده هيكونوا احسن وافضل. طبعا لو انا ما كملتش معاكم التصوير طبعا عشان احنا قاعدين براحتنا برضو في اللبس وكده، فانا ممكن بقيه التصوير ما اكملش معاكم في الفرد، هوريكم بس كده احنا فردنا اول واحده وهي فرد بتاعتها، وهندهن فيهم سمنه وهنحط دي في قلب دي. انا قلت لها خلاص لمي بقى الفطيره بتاعتك كده طبقيها، خلاص مش مشكله، طبقتها بالسمنه زي ما انتم شايفين، لميتها وطبقتها بالسمنه وهنحطها بقى جوه دي. انا دي فرد عليها سمنه، هطبق بقى دي في قلب دي. الفطير برضو كنت عاملاه بطريقه حلوه جدا، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، هسيب لكم رابط الفطير بطريقه حلوه جدا جدا وهيعجبكم باذن الله. انا كنت عاملاه ومسويه في فرن البوتاجاز، هسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. صندوق الوصف اللي ما يعرفوش هتدوسي على العنوان يفتح معاكي صندوق الوصف على طول ان شاء الله. لمينا دي كده اتنين في قلب بعض اللي احنا ركناها على جنب دي، وبدأنا بقى نفرد اتنين تاني، بس احنا هنحط بقى واحده بس، يعني انا هاخد دي اللي انا عملتها وهحطها في قلب واحده تانية وهلمها. طبعا انا مش عارفه اخد راحتي ولا عارفه افرد كويس يعني عشان التصوير وكده، وفي حاجات كتير لقطات كتير انا قصيتها لقطات كتير انا قصيتها طبعا، وممكن التصوير ما يجيش كامل معاكم علشان خاطر طبعا احنا كنا قاعدين براحتنا وكده. فردتهم اهو زي ما انتم شايفين، وهاخد بقى الاتنين اللي احنا عملناهم هنحطهم في قلب دي بعد ما دهنها سمنه، وبعد كده اسيبها شويه ترتاح ونحطها على النار كده زي ما انتم شايفين على البوتاجاز الصغير ده. ومعايا هنا طاسه او صينيه حطيت فيها معلقه سمنه وحطيت فيها الفطيره اللي احنا عاملينها 3 جوه بعض. طبعا ده محمد ابني اللي قاعد ده على البوف جنبي بيتفرج، وياسين واقف جنبه، وبنت اخويا لويج، كلهم موجودين طبعا حوالين الفطير. وعايزه اقول لكم كل فطيره احنا هنطلعها هم هياكلوها في نفس الوقت. الفطير على البوتاجاز كده بيكون طري ورطب، ما تخافيش خالص، بيستوي ومن جوه بيبقى زي الفل. بتقعدي بس تقلبيه كده على الاتجاهات لحد ما يحمر ويورق كده ان شاء الله. وكان بيتنفخ معانا كمان في الطاسه دي، كان بيتنفخ يعني بيقب كده وبيملى كمان الطاسه. الفيديو اللي انا ما كنتش هصوره، انا صورته بس عشان خاطر شاهده اول مره تعمل حاجه بايديها وتعمل حاجه لوحدها من اولها لاخرها، وهي كانت فرحانه وحاسه ان هي عملت انجاز كبير جدا. وطبعا الفطير كان طعمه تحفه عشان من ايديها وكان طالع زي الفل. البوتاجاز الصغير ده مش مستغنية عنه، هو بوتاجاز قديم بتاع جدتي ولسه موجود عندنا، فانا مش مستغنية عنه خالص، وجبته معايا هنا، ولما بيفضى بملاه وبركنه للقعدات اللي زي كده في الشتاء بنتدفى عليه. بجيبه كده جنبي واعمل سحلب، اعمل قهوة، اعمل اي حاجة، فبجيبه كده جنبي وبنشغله ويدفينا. مش مستغنية عنه، بس برضو لقدر الإمكان برضو يعني بخاف ولادي يقربوا منه وكده، ففي قدر الإمكان ببعدهم عني خالص. بس برضو زي ما انتم شايفين هم متجمعين حواليا، طبعا مستنيين أول فطيرة تطلع، وأول فطيرة تطلع هياخدوها. والأربعة دول كده معمولين اهم، في كل واحدة جواها 3. هم عملوا معانا 5 فطاير هم زي ما انتم شايفين، كل فطيرة جواها 3، يبقى هم كانوا 15 كورة تمام كده. الكيلو دي عمل معايا 5 فطاير حلوين كده زي ما انتم شايفين. يعني الفطيرة اهي مالية الطاسة حلوة زي الفل اهي، واحمرت كده وادتنا اللون الحلو ده، نفضل نقلبها من جميع الاتجاهات لما تدينا اللون الاحمر الحلو ده، ونطلعها بقى ونحط غيرها، نحط معلقه سمنه ونحط غيرها على طول. طبعا الجبنه القديمه مش قادره اقول لكم، هم ما استنوش خالص، جابوا بقى الجبنه القديمه والمش وقطعوا بالسكينه وايه، ما استنوش. شايفين الفطير مورق من جوه ازاي ومستوي وزي الفل. قطعنا بقى كده على الطبلية على طول، احنا كده كده كنا خلصنا فرد اصلا، فقطعنا على الطبلية والبوتاجاز جنبنا بيساوي، واللي بطلعها هم كانوا بيقطعوها وياكلوها. وادي جنبي بقيت الفطير بيستوي. عايزه بقى كلمه حلوه كده في التعليقات وتشجيع حلو كده لشهد، وقولوا لها تسلم ايديك يا شهد. شهد بتقطعها هي اول ما بنطلع، هي بتقطع بالسكينه على طول وبتديهم كلهم حواليها وبتديهم. هم ما استنوش لما احنا نخلص كله واحطه لكم كده وارصه واوريه لكم، لا احنا فطيره فطيره كانت بتطلع كنا بنقطعها كده على طول. تحفة تحفة وطري وكله طراوة كده من جوه، تحفة بجد.
عايزه اقول لها بقى كلكم كده تشجعوها في الكومنتات وقولوا لها تسلم ايدك يا شهد، وعايزين بقى كده فيديوهات اكتر واكتر، وكانت هتعمل لكم الايس كريم ان شاء الله لما تيجي عندي المره الجايه، خليها تعمل لكم الايس كريم بايديها باذن الله. كلمه حلوه بقى كده لشهد وتشجيع، وادعوا لها كده ربنا ينجحها ويوفقها يا رب، ويجعل مستقبلها كده وايامها جميله احسن مننا بكتير يا رب ان شاء الله باذن الله. وعايزه اقول لكم بقى شجعونا وحطوا لنا لايك للفيديو ده لو عجبكم. لو عجبتكم كمان القناه، اشتركوا في قناتنا في زرار تحت كلمه اشتراك بالاحمر، دوسوا عليه وفعلوا الجرس على كلمه الكل، كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم باشعار. احبكم في الله يا اغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.